ازاي تكونوا في ايطاليا ومش عارفين المكان ده؟ يا جماعة ده الاوتلت بتاع جوكس. كان عنده شوية حاجات للاطفال تحفة. على فكرة التخفيضات عنده لاكتر من 50% على الشوزات والصنادل والجزم وكل الحاجات بتاعت الاطفال، وحتى الحريمي والرجالي. هنزل لكم ان شاء الله الحريمي والرجالي قريب. بس تعالوا شوفوا معايا بقى، الشوزة دي كانت عاملة 20 يورو في التخفيض. يعني على فكرة مقاسات جوكس، كل شوز بسعر. يعني مقاس مثلا 23 غير مقاس 24 غير مقاس 25، كل حاجة بسعر. بتزيد حوالي يورو في كل مقاس. يعني كل ما تزيدي مقاس كل ما هتزيد يورو واحد معاكي. عايزاكوا كل شوية تعيدوا الفيديو علشان تشوفوا. يعني انا ما وقفتش على كل الشوزات بس وريتها لكم بسرعة. فلو عايزة تعرفي سعر كل واحدة فيهم هتلاقيني مصوراها تحتها. يعني شايفة، وقفي الفيديو شوفي السعر بتاعها هيكون كام. دي كانت الشوزات مش على اي تخفيض، بس دول كان عليهم تخفيض حلو. دي مقاسات صغيرة شوية، يعني مقاسات مثلا الحضانات وسن 3 سنين مثلا. كانت الشوزة ب29، دي كان بدايتها. بس شايفة الشوزات ديت على فكرة الخامة بتاعتها بتكون حلوة جدا، وبتعيش معاكي قوي 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 فوق ما انتي متخيلة. يعني وحتى الصنادل كمان شايفة كان بداية من 24 يورو المقاس. وشايفة ده برضو كمان، انا حاولت اوريكم كل الحاجات للاطفال علشان انا عارفة ان احنا بندور لهم على حاجات دلوقتي. وانتوا ده اكتر واحد اخترتوه لما عملت انا اختيار لايه الفيديو اللي عايزينه ينزل الاول. لو مش عاملين لي متابعة على الفيسبوك، اطلعوا اعملوا لي متابعة على الفيسبوك وعلى تيك توك كمان. نسيت اقول لكم، انا فاطمة علام صاحبة صفحة كل يوم في ميلانو. بس تعالوا شوفوا الشوزة دي معايا. اوعى تنسوا المتابعة. بصوا الصنادل دي حلوة قوي 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 قوي، فوق ما انتي متخيلة. يعني مش هتلاقي الاشكال ديت في اي مكان تاني. التخفيضات بتاعتهم لحد 50% على التخفيضات اللي هي اصلا عندهم. يعني انتي لو راح تشتريها من جوكس في اي مكان تاني مش هتلاقيها بالسعر ده. واوقات لو رحتي المحل الاصلي بتلاقي فيه ان المقاس مش موجود، وبيحاولك انك تروحي تاخديه من الاوتلت، فهتوفري على نفسك اكتر. بصوا دي المقاسات الأكبر بقى شوية، يعني المقاسات مثلا الابتدائي أو إعدادي مثلا. دي كانت الشوز ب24 يورو وب25. فبرضو يعني أسعارها حلوة قوي بمقابل سعرها. تعالي بقى بموريكي لأولادي علشان أنا عارفة إن احنا كلنا بندور على الحاجات دي وأنا أولكم والله. بصوا دي كانت عاملة 24 يورو. وعلى فكرة هوريكم دلوقتي في ب10 يورو هناك في جوكس. بس كملوا معايا. دي كانت بدايتها من 26. بصوا بقى الحاجات التانية اللي هوريها لكم دلوقتي. دي كانت مقاسات أكبر، يعني دي مقاسات مثلا ابتدائي وإعدادي. فكانت أسعارها حلوة بمقارنة بسعرها في الأماكن التانية والكواليتي بتاعتها. بصوا بقى هنا هتلاقوا فيه تخفيض على الصندل ده، عامل 10 يورو. أي صندل بأي مقاس فيهم هتلاقيه ب10 يورو. شايفة في الجوكس كمان، يعني الماركة بتاعتها تحفة. يعني أنا عمالة أشكر لكم فيها عشان هي فعلا تستحق. بتكون طرية في رجل الولد، ويعني مش بتعمل له اي التهابات ولا اي حاجة. لا بصراحة حلوة جدا. فبصوا كمان هنا ديت، حاولت اوريكم برضو الصنادل لان احنا دلوقتي في صيف وبندور على الحاجات دي دلوقتي. فانا وريتكم بقدر الامكان ايه الحاجات الكتير اللي موجودة عندهم. يعني شايفة الشوز دي ب15 يورو، ودي برضو ب15، ودي ب20. تحفة. يعني سعرها حلو جدا على فكرة لما تكوني جايبة شوز ب20 يورو من جوكس. وبصي دي كمان، دي كانت عاملة 25 يورو. لو حتى هتجيبيها للباليسترا أو للمدرسة، يعني فاهماني. ديت الشوزات اللي هتستحمل معاه فعلا. وهنا طبعا انا عارفة ان هما بيدوروا بيدوروا كويس قوي على الحاجات اللي بيكون عليها رسومات. فديت هتبقى بسطاهم جدا بصراحة. بصوا هنا بقى للبيبيهات الصغنطاطين شوية عشان الأزيلو دي للأولاد. شايفة ده كان عامل 24 يورو. ودي برضو كانت شكلها حلو علشان انا بقولك هما بيحبوا الرسومات وكده. ودي برضو كان شكلها تحفة. فانا كل الحاجات ديت انا حاولت اوريها لك ان محل جوكس عامل تخفيضات اكتر من 50%.